مش جايه معايا سكه خالص ان لجنه التخطيط هتمشي كلامها على احسن لعيب كره في تاريخ مصر. مش كل لما الفريق يقع نروح نمسك في رقبه لجنه التخطيط يا جماعه. محمود الخطيب وحسام غالي ليهم دور كبير في اللي بيحصل ده برضه. رئيس النادي اللي كل ما الفريق يعمل انجاز وياخد بطوله كل الفضل يتنسب له، فمن الاحسن برضه لما يحصل حاجه غلط اللوم يروح له هو، ان هو اساسا اللي مختار لجنه التخطيط. بقت اسهل حاجه عندنا كجمهور نروح نمسك في اضعف حلقه وهي المدير الفني. وطبعا انا ما بدافعش عنه اطلاقا، ان هو زي ما قلت الفيديو اللي فات ان هو مشارك بجزء صغير جدا من اللي احنا فيه ده. بيني وبينكم كده الاهلي محتاج هيكله اداريه لكل الناس اللي ماسكه قطاع الكوره. نسيت اقول لك قبل ما تحاسب اللعيبه افتكر ان انت اللي دلعتهم وفكت لهم اوضه اللبس. الاهلي كمان محتاج يبعد لجنه التخطيط ومجلس الاداره نفسه عن ملف الكوره تماما. الاهلي محتاج شركه كوره محترمه تتشكل من عناصر محترمه، عناصر تكون بتحب النادي بجد، والاهم من ان هم يكونوا بيحبوا النادي ان هم الناس دي يكون عندها خبرات. ما تجيبليش حد عشان اعتزل وكان لعيب كبير تمسكه اي حاجه، دي ما بتحصلش في اي حاجه في العالم. الاهلي محتاج يعين مدير لقطاع الكوره، ومفيش انسب من سيد عبد الحفيظ، هو الوحيد اللي يعرف يقوم بالدور ده. وان كنت احب ان هو لو هيرجع النادي يرجع النادي كمدير كوره. اهم من كل ده برضو ان لازم الاداره ذات نفسها تعرف ان احنا ماشيين سمك لبن تمر هندي. في حاجات كتير قوي لولا توفيق ربنا ودعم الجمهور وسيد عبد الحفيظ ما كناش كسبنا اي حاجه السنه اللي فاتت. بس يا صاحبي ما تنساش تعمل لايك وفولو. سلام.